طيب هنملى كده مع بعض بسرعة استمارة تأمين السفر. الموضوع سهل وبسيط وتقدر تعمله مع نفسك، مش محتاج تخلي حد يعمله لك وتدفع فلوس يعني. تأمين السفر ده شكل الاستمارة على التليفون. تمام، هنملاها كده مع بعض بسرعة. أول خانة هنا هتختار منها هي أو فراغ على حسب. تمام. بعد كده الفوانامة بتكتب فيها اسمك كامل ما عدا اسم العيلة، وطبعا لازم يكون مطابق للباسبور. تمام. بعد كده في النقنامة بتكتب اسم العيلة هنا كده. بعد كده عندك الاشتراصة بتكتب اسم الشارع بتاعك، النومة بتاع البيت، أي رقم مش هتفرق. تمام. الأدرسة وزاتس لو عاوز تضيف حاجة بخصوص العنوان. تمام. بعد كده الرمز البريدي بتاع البلد اللي حضرتك عايش فيها، يعني مثلا لو انت ساكن في طنطا هتكتب على جوجل الرمز البريدي لطنطا هيجيبهولك، هتكتب الخمس أرقام اللي هم الرمز البريدي. بعد كده الأوض بتكتب فيها اسم المحافظة اللي انت ساكن فيها أو اللي هي مكتوبة في الباسبور. اللاند بتكتب إيجيبتين. الموبايل نومة بتكتب فيه رقم التليفون بتاع حضرتك. تمام. بعد كده الإيميل بتكتب فيه برضو الإيميل. بعد كده بتختار أول واحدة معناها دي إن أنت الشخص اللي بيملى الاستمارة هو اللي بيقدم. فبمجرد إنك لما تضغط عليها هتلاقي اللي تحت ده اتملى لوحده، نفس البيانات اللي فوق وزيادة عليهم. يعني هتلاقي هنا برضو الفورنامة، النخنامة، الاشتغاثة، النمى. تمام. 5. لو عاوز تضيف حاجة بخصوص العنوان نفس اللي انت دخلته فوق هتدخله تاني هنا تحت. في بقى زيادة الجبورتسداتوم، تاريخ الميلاد، في رقم الباسبور، الباس أو الأوسفايس نمبر. تمام. بتكتب رقم الباسبور بتاعك. تحت هنا بقى أهم حاجة مدة التأمين. نصيحة، متعملهاش بدري أوي ولا متأخر أوي، مع بداية العقد بتاعك. وليكن مثلا إن العقد بتاعك مكتوب فيه إن هو هيبتدي من 18/12/2025. تمام. يستحسن برضو إن أنت تعملها بشهر. يستحسن إن أنت تعمل التأمين بشهر، فاحنا هنا ممكن نخليها 18 برضو. 18 من 18/12/25 ل 18/1/26. احنا كده عملنا التأمين بتاعنا بشهر. ده مثال، طبعا كل واحد بيغير على حسب اللي مكتوب له في العقد. تمام. الخانة اللي تحت ديت بنختار منها أول واحدة. آه المافيستا غايسا كير اكسكلود او اس او كندا، ده معناه ان هو لا يشمل الولايات المتحدة وكندا. بنختارها لأن طبعا تحت لو عملناها يشمل الولايات المتحدة وكندا احنا مش محتاجينه في حاجة. ده أول حاجة. تاني حاجة هيكلف 128 يورو. تمام. أما في حالة بدون كندا والولايات المتحدة فهو هيكلف 43 يورو، السعر فوق اهوت. بعد كده دي ما بنحددهاش برضو، دي تأمين ضد الحوادث لو عاوز تعمله براحتك، مش عاوز خلاصي، بس هيزود التكلفة 14 يورو. تمام. في بعد كده هنا البلد اللي انت بتعمل منها التأمين تختار هنا إيجيبتون برضو. بعد كده طريقة الدفع بتختار بيع كريدت كارد، يعني بالفيزا. تمام. بتعلم على التلاتة اللي تحت دولت كلهم. وبعد كده بتضغط على فيزيشنج أبشليزن. بعد ما بتضغط عليها هتتحدد كده وتبقى غامقة، وهيجيلك هنا معلومات الدفع. بتدفع بالفيزا عادي بتاعتك خالص. بتكتب اسم حامل الفيزا، وهنا رقم الفيزا اللي هتدفع بيها، هنا صالحة من امتى لامتى، وهنا الرقم التأميني بتاع الفيزا، وهنا البلد، وهنا الرمز البريدي. مش مهمين عادي ما تعملهمش. وبعد كده بتصالن الرقم اللي هو كان عندنا اللي هو 43 يورو. بعد ما بتتك عليها بيجيلك رسالة إن تم الخصم من الفيزا كذا، وبيوصلك جيميل في البي دي اف بتاع التأمين.
وبكده تكون عملت التأمين بنفسك مش محتاج تخلي حد يعمله لك يعني. ولو حد عنده سؤال يسيبه لي تحت في الكومنتات وانا ارد عليه.